ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صينيه بسكوت بطريقه سهله وبسيطه، او الكليجه العراقيه بطريقه سهله وبسيطه خالص وبكميه حلوه واقتصاديه. هنعمل كميه حلوه منها وبطريقه سهله وبمقادير بسيطه وموجوده في مطبخك ومش مكلفه، وفي صاج واحد او في صينيه واحده هتعمليها، ومن غير بيض ومن غير سمنه ولا زبده ومن غير لبن كمان. هتعملي الطريقه السهله البسيطه ديت وهتعتمديها على طول. هتعتمديها وتبقى معاكي، تنفع في الفطار وفي العشاء مع كوبايه شاي، كوبايه شاي بلبن. طريقه سهله. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف الطريقه ونشوف المقادير. هنبدا بقى مع بعض. عندي طبق كده، عندي كوبايه الا ربع من الزيت. احنا هنعملها بمقادير اقتصاديه خالص. وعندي كوبايه الا ربع برضك من الميه، ميه عاديه. وعندي معلقتين كبار من السكر. انا هنزل بس بمعلقتين السكر واسيب ذره الملح دي دلوقتي هحطها معاهم، نضرب عادي معاهم. هنضرب بقى المكونات دي مع بعض كويس كده باي حاجه عندك بقى. عايزه تضربهم في الخلاط، عايزه تضربيهم بالهاند بلندر، بالمضرب السلك، براحتك يعني. معلش انا هضربهم بس عشان بسم الله الرحمن الرحيم. علشان انا الوصله بس بعيده. بسم الله الرحمن الرحيم. اضربهم وارجع لكم تاني، ماشي؟ ضربتهم بقى بالشكل ده كده، ضربهم كويس لغايه اما لونهم يفتح كده معاكي. هنزل بقى ب3 كوبايات من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول كوبايه، وهندخل بسم الله الرحمن الرحيم. تاني كوبايه، تالت كوبايه، دي كده تالت كوبايه. ثواني، عندي حطيت الكوبايه التالتة اهي. عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره بس، فضيهم كده. وعندي كيسين فانيليا او كيس لو عندك، بس عشان الباكيتات دي بتبقى صغيره يعني. او معلقه معلقه فانيليا لو عندك فانيليا سايبه يعني. هندخل بسم الله الرحمن الرحيم. هي المكونات سهله وبسيطه، متاخدش معانا اي وقت يعني. دخلنا كده، هنقلب بقى بقيه المكونات ديت. احنا هنقلبها بايدينا عادي يعني، ماشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو لقيتيها معاكي عايزه شويه دقيق حطي. انا هتعوز معايا كمان معلقتين، هتعوز معايا كمان معلقتين دقيق. عندي معلقتين كده من الدقيق، احط كده نصهم وارجع اقلب. ندخلهم بس ونرجع نقلب كده ونشوف هتحتاج تاني ولا لا. هنقلب نلمهم بقى كده. نعجنها بس كويس كده. لا، عايزة بس اقلب من المعلقتين، معلقه ونص يعني، ده على حسب بس نوعيه الدقيق. بصي العجينه طريه معانا حلوه اهي، عشان نعرف نشكلها ونفردها. عجينه بس عجينه كويسه.
عندي العجينه لمت معايا اهي، تبقى بالشكل ده طريه وناعمه معانا اهي. هسيبها كده بقى على جنب ترتاح كده 5 دقايق. هسيبها ترتاح على جنب وترتاح 5 دقايق ونكمل بقيه الوصفه. عندي بقى نص كيلو من العجوه، انا طريتها كده شويه واحط عليها شويه زيت، معلقتين زيت كده، واحط عليها شويه قرفه. ممكن تحط عليها سمسم كمان براحتك، ممكن ما تحطيش القرفه لو انت ما بتحبيش القرفه. معلقه صغيره يعني كده من القرفه، ممكن تستغنى عنها، ممكن تحطي سمسم. انا هعجنها عشان هي هتبقى عايزه تتعجن بالايد يعني، عشان ايه تطرى معانا. ننزل القرفه ديت، نعجنها بقى ونحضرها. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي بالله كده ونصلي على الرسول واحنا شغالين. لما بتسمي بالله وانت بتعملي الوصفه او اي وصفه او بتطبخي او بتعملي اي حاجه، الحاجه ما شاء الله بتطلع معاكي كويسه، فدي تعتمديها على طول. انا عن نفسي كده يعني. اللهم صل على النبي. حلو اهيت. يلا نكمل بقى معانا بقيه الوصفه. عندي كده هنقسم نص العجينه نصين، ناخد نص نفرده في قلب الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي صينيه اهيت دهنها دهنه بسيطه كده من الزيت. افرد بقى فيها كده العجينه نصها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نفردها كويس. نشفها بقى كده وافردي. طبعا كده عشان ايه نوصل. واحده افردها بقى وارجع لكم. طبعا لو ما لقيتيش العجينه بتمشي معاكي وبتفرد معاكي، تسيبها ترتاح بس 5 دقايق حتى لو هي في قلب الصينيه، بتبقى بس العجينه عايزه ترتاح. يا ما شاء الله العجينه حلوه معانا اهي. نفردها بقى في كل الصينيه. بالشكل ده. فردت معايا في قلب الصينيه كلها. نحاول نسويها بقى عشان يبقى طالعه الشكل بس بتاعها برضو حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيلها بقى كده ونجيب كيستين او كيسه على حسب بس علشان عندي المكان. نوسع بس الحاجات دي شويه. واجيب بقى العجوه هفردها بقى هنا في قلب الكيسه. عايزانا برضك على شكل الدايره كده برضك علشان ايه تبقى واخده شكل الصينيه. وممكن نحطها في كيسه ونفرد على كيسه يعني عشان بس ما تلزقش معانا. بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى بنحاول ان احنا نفرد العجوه ونخليها كلها مثلا دايره واحده عشان تيجي مظبوطه على الايه
على الصينيه. ولو ما طلعتش يعني مظبوطه انت بتحاولي تظبطيها وبتسويها مع بعض، فاهمين طبعا قصدي. بالشكل ده اهوت. عندي بقى العجوه اهي هشيلها احطها عندي في الصينيه، بسوي بس الصينيه اللي هشيلها احطها على الصينيه دي كده هتبان معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده نحاول الاول نظبط. لو اتفكت كده زي ما عملت هنشيل الزياده دي ونحطها في الجنب كده زي ما انا هعمل دلوقتي. بس السكينه كده سكينه شيل الزيادات دي احطها هنا كده يعني في الحتت الفاضيه عشان تبقى عندنا كلها فيها ايه عجوه بالشكل ده كده. اظبطها وارجع لكم عشان ما اطولش بس عليكم. عندي زي ما انتم شايفين كده ظبطت الصينيه بالعجوه. هشيلها بقى واجيب الكيس وافرد بقيه العجينه عشان برضو نحطها عليها ونفردها برضو على ايه على الكيس كده بالشكل ده. يا رب الطريقه تكون واضحه وباينه معاكم ان هي طريقه سهله وبسيطه خالص. هفرد برضو كده بالشكل ده كده. نعملها على شكل دايره برضك عشان تبقى على قد الصينيه وعلى حسب الحاجه اللي انت مستخدماها. صينيه مستطيله مدوره نفردها على قدها يعني وعلى حسب الحجم اللي انت بتبقى عاملاه. افردها بقى وارجع لكم عشان ما اطولش بس عليكم. عندي بعد ما فردتها بالشكل ده شكل دايره كده عند الصينيه بقى وانا ايه هحطها عليها. اول بقى احنا نوضحها بقى كويس ونفردها كويس كده. معلش افرديها بقى وسويها بقى كده. نظبط بقى شكلها كده. هنشيل الزياده دي. وهسوي برضو كده بالراحه.
مش عايزاها تبقى مكلكله، عايزاها تبقى متساويه كده وشكلها حلو. لو في حته ما فيهاش عجين بتروحي جايه شايله وتروحي جايه حاطه ومكمله بيها، يعني زي ما انا موريكم قبل كده في العجوه. يعني هي طريقه سهله وبسيطه خالص، ما تاخدش معانا وقت، واقتصاديه حلوه للفطار والعشاء، واحنا داخلين على جو بقى طبعا شتوي وكده، بتبقى بقى ايه محلاها يعني في الوقت ده. انت قاعده مع كوبايه شاي كده وكوبايه لبن وتشربي بيها، بتبقى طعمها حلو. والطريقه سهله وبسيطه، وفي صاج واحد تقدري تعمليها. انا سويتها بقى بالشكل ده. عايزه تسويها بالمردله كده، تنشفها كده من عندك عشان يبقى الشكل، وتبقى كلها لازقه مع بعضها، كلها يعني ايه مع بعضها، داخله في بعضها كده، العجوه مع العجينه الطبقات يعني مع بعض بالشكل ده. هنقطعها طبعا قبل ما تدخل الفرن. الشكل بقى اللي انت عايزه تقطعيه، عايزاه مربعات، عايزاه الشكل اللي انت عايزاه. هقطعها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكون بقى الشكل يكون واضح معانا بقى بالشكل ديت. هقطعها، هقسمها نصين كده، وبعدين ربعين. وهنقسمها بقى بالطريقه اللي انت حباها. طبعا انا قطعتها بقى الشكل اللي انت حابه تقطعيه قطعيه. هاتين بقى وشها كده شويه من اللبن، معلقتين من اللبن كده. حابه تحطي سمسم، حابه تحطي حبه البركه، براحتك يعني. بس وشها كده. عندي بقى الفرن سخنته وعلى درجه حراره فوق المتوسطه، تقعد حوالي ربع ساعه تلت ساعه بالكتير ونطلعها. عندي بقى بعد ما دهنتها كده شويه من السمسم، رشها كده بس عليها. حابه تحطي حبه مش حابه براحتك برضو. زي ما قلت انا مسخنه بقى الفرن درجه حراره فوق المتوسطه، يعني لا هي هاديه قوي ولا هي عاليه قوي. وهدخلها تقعد حوالي تلت ساعه في قلب الفرن، وما تطلع بقى وراها لكم بالشكل ده. صينيه البسكوت طلعت بعد ما طلعت من الفرن، او الكليجه العراقيه. طريقه سهله وبسيطه زي ما قلت لكم بقى، تنفع بقى للفطار وللعشاء مع كوبايه شاي بلبن وكوبايه شاي. حلوه وجميله وسهله، في ثواني هتعمليها، وفي صاج واحد او في صينيه واحده هتعملي كل المقادير الكميه الحلوه دي بالشكل ده كده. نقطعنا بس بنعيد عليها عشان لما نيجي نطلع طلع لكم منها واحده. اهي طلعتها ان شاء الله. التسويه بتاعتها جميله من تحت ومن فوق بالشكل ده. الطعم بتاعها تحفه تحفه جدا. عايزاكم بس تجربوها بالطريقه ديت وقولوا لي ايه رايكم فيها، هتعجبكم خالص. يعني هي طريقه سهله واقتصاديه وموفره تحفه. عايزاكم تجربوها بقى وتقولوا لي ايه رايكم فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي بعد ما طلعت بقى صينيه البسكوت ووريتها لكم بالشكل ده، طريقه تسويتها ودرجه الفرن اللي انا قلت لكم عليها، درجه حراره فوق المتوسطه
ودرجة ويكون قايدة الفرن من قبلها. مطلعة صينية البسكوت تحفة. هي لونها في الكاميرا اغمق سنة، بس هي تسويتها وطريقتها تحفة وجميلة، والطريقة ناعمة ودايبة، البسكوتية دايبة وناعمة كده معايا، وطريقة سهلة خالص. انا بحطها لكم في الطبق بوريها لكم. عايزاكم بس تمشوا على الطريقة ديت وعلى الخطوات اللي انا عملتها، وانتوا هتاخدوا احلى صينية بسكوت بطريقة سهلة وبسيطة. وفي صاج واحد هتعمليها، وممكن تضاعفي الكمية معاكي. لو انت عايزة كمية اكبر من كده تضاعفي المكونات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو، وانت هتاخدي كمية احلى. بس هي الصينية ديت مناسبة على قد الكمية اللي احنا عملناها. 3 كوبايات دي طلعوا معايا كمية وفيرة وطريقة حلوة وجميلة وسهلة واقتصادية كمان، هتعتمديها معاك على طول. وطبعا احنا داخلين على جو شتاء، طبعا محتاجين الحاجات دي بقى في البيت. اهم حاجة لو عجبتكم الطريقة والوصفة، ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس ودعوة حلوة. واي حاجة انتوا عايزينها اطلبوها مني وانا اعملها لكم. واي نقد عايزين تقولوه، او اي كلمة عايزين تقولوها، انا بتقبل الكلام. بس يا ريت يعني ما يبقاش اي كلمة فيها تجريح ولا حاجة. ولو انتوا عايزين تنصحوني بنصيحة ولا حاجة قولها لي يعني، وان شاء الله اخد برأيكم بإذن الله. اهم حاجه تجربوها الطريقه ديت، طريقه حلوه وسهله واقتصاديه. وبعمل لكم، انا بحاول اعمل لكم وصفات تكون سهله، عشان احنا عارفين طبعا الظروف وكده. فانا بحاول اعمل للست البيت حاجات اقتصاديه وسهله، تكون يعني ايه يعني، وموجوده في قلب البيت، تقدري تقومي تعمليها على طول، ومش مكلفه. يعني انا في نص ساعه كنت عملت العجينه، مش محتاجه لا تتخمر ولا حاجه. وعملتها وسويتها كمان. يعني مش هتاخد معاكي وقت في الفرن. اخدت معايا انا حوالي تلت ساعة. كنت قايدة الفرن ومن قبلها ومسخناه عشان مدخلاها على فرن سخن. انتي برضو تجربيها واعمليها، مش هتاخد معاكي وقت. يعني انت ممكن تقومي دلوقتي تجربيها وتحضريها لاولادك، هيفرحوا بها جدا. حلوة ومغذية وسهلة، وانت كمان هتعجبك جدا. ودوقيها لحبايبك هتعجبهم. مستنيه تقولي لي رايك في كومنت حلو كده. ما تنسينيش بقى يا حبيبتي في قلب بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.